كوندي مدافع فرنسا يؤكد قوة المغرب ويتغنى بهم. رينار مدرب المنتخب السعودي يفاجئ المنتخب المغربي بتصريح ناري. نجم ليفربول السابق يفتح النار على رونالدو بسبب منتخب المغرب. مفاجأة المونديال، أمير دولة قطر يصالح لاعبي المغرب بعد الظلم التحكيمي لهم لن تخطر على بال أحد. ولكن قبل بداية الفيديو شاركونا برأيكم في التعليقات عن أداء المغرب أمام فرنسا وظلم التحكيم، وما توقعاتكم عن مباراة المغرب وكرواتيا. وقبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تصلكم أخبار المنتخب المغربي فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كوندي مدافع فرنسا يؤكد قوة المغرب ويتغنى بهم. اعترف المدافع الفرنسي جورج كوندي بصعوبة الفوز الذي حققه منتخب بلاده على نظيره منتخب المغرب أمس الأربعاء بهدفين دون رد في نصف النهائي. وتأهل الديوك لنهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بمونديال روسيا 2018 في المرة الأولى. وسيلاقي الفرنسيون منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية للمونديال القطري يوم الأحد المقبل. ولم يكن تأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية سهلا، إذ قدم أسود الأطلس عرضا استثنائيا أحرجه خلاله خصمهما، وكانوا قاربين من زيارة شباكه في أكثر من مناسبة. وقال مدافع برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: تسبب المنتخب المغربي لنا بالكثير من الصعوبات والمشاكل، لديهم فريق قوي بدنيا عرف كيفية إدارة المباراة، سهل الهدف الأول من مهمتنا لأنها كانت مواجهة صعبة بذلنا فيها جهودا كبيرة. نحن سعيدون الآن ببلوغ النهائي. لم يفاجئني تقدم منتخبهم لأنه فريق يعرف كيف يلعب كرة القدم، حاولوا الضغط علينا وتشتيتنا لكن فريقنا قابلهم بصلابة. رينار مدرب المنتخب السعودي يفاجئ المنتخب المغربي بتصريح ناري. أثنى هارفي رينار مدرب المنتخب السعودي على أداء منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم رغم الخسارة أمام فرنسا. وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم. وقال رينار عبر موقع البطولة المغربية: هنيئا للمغاربة ومنتخبهم الوطني، ليس هناك كلمات كافية لوصف جودة الأداء المقدم من طرفهم في كأس العالم. رينار أعلن في وقت سابق عن مساندته لمنتخب المغرب في مواجهة منتخب بلاده في نصف النهائي. وقال رينار عبر إذاعة راديو مونte كارلو الفرنسية: أنا فرنسي ولدت في فرنسا وأحمل جواز سفر فرنسي، لكن غدا أنا آسف سأشجع المغرب لأن هذه البلد قدمتني وأحبني شعبها بطريقة لا تتخيلونها. وأضاف: غالبا ما يحدث في هذه البلدان إما أن تكرهك أو تحبك. أنا تلقيت الكثير من الأشياء التي تجعلني أشاركهم فرحتهم اليوم بينما بقيت في الخلفية لأنني أتيحت لي الفرصة للعمل معهم. أتمنى لهم الأفضل في العالم. وتابع: خضت مغامرة رائعة مع مجموعة من اللاعبين في بلد يحب كرة القدم، واليوم أعتقد أن الأرض تهتز في المغرب، فهم فخورون جدا ولذلك فهم يستحقون ذلك. وأتم: إنها مكافأة كبيرة للقارة الإفريقية. إن كأس العالم هذا في قطر سيبقى شيئا رائعا لكرة القدم الإفريقية وبالطبع للمغرب وكرة القدم. نجم ليفربول السابق يفتح النار على رونالدو بسبب منتخب المغرب. وجه متوسط ميدان ليفربول السابق الألماني ديميتار هامان انتقادات لنجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بسبب طريقة تعامله بعد الخسارة أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم. وقام رونالدو بمغادرة أرض الملعب مباشرة بعد الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف إثر دخوله النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس. وتأهلت المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم بعد هذا الانتصار كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز. لكن مشوار أسود الأطلس التاريخي نحو اللقب توقف بالخسارة أمس أمام فرنسا بهدفين نظيفين. وقال هامان في تصريحات نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية: لقد فاز منتخب المغرب في المباراة أمام البرتغال، لقد فعلوا شيئا تاريخيا ولم يكن لدى رونالدو حتى الكرامة لتهنئتهم على ما حققوه. وتابع: والآن تشاهدهم وكيف يصافحون لاعبو منتخب فرنسا وما يظهرونه من كرامة وكرم عند الهزيمة. يذكر أن منتخب المغرب سيواجه كرواتيا يوم 17 من ديسمبر على ملعب خليفة الدولي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم. مفاجأة المونديال، أمير دولة قطر يصالح لاعبي المغرب بعد الظلم التحكيمي لهم لن تخطر على بال أحد. رغم خروجه من كأس العالم بعد هزيمتهم من منتخب فرنسا، لقى المنتخب المغربي إشادة كبيرة بعد إنجازهم التاريخي ووصولهم للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم في قطر. وقد ترددت أنباء تؤكد أن كل لاعب سيحصل على هدايا قيمة
وثمينة من رجال أعمال رئيس دولة المغرب. كما أضافت المصادر أن هناك هدية ثمينة للغاية من أمير دولة قطر لكل لاعب مغربي رغم الهزيمة. وروجت مواقع إعلامية أنه سيتم منح مبلغ 100,000 دولار مكافأة لكل لاعب من المنتخب المغربي. ولم ينتهي حلم المنتخب المغرب، حيث سيلاقي منتخب كرواتيا يوم السبت المقبل من أجل تحديد المركز الثالث. كتب المنتخب الوطني تاريخ مشاركته في كأس العالم بمداد من الفخر، حتى وهو ينهزم من نظيره الفرنسي ب2-0 في نصف النهائي. خرج المنتخب الوطني من المونديال مرفوع الرأس وتحت تصفيقات الجماهير. من جهتها غيرت صحيفة ليكونوميست الناطقة بالفرنسية ألوان غلافها إلى الحمراء والخضراء، ألوان علم المغرب والمنتخب، واعتبرت أنه رغم الخسارة في نصف النهائي فإن منتخب المغرب تمكن من تحطيم السقف الزجاجي وأظهر لشبابه والأفريقيا والدول النامية أن كل شيء ممكن. من ناحيته كتبت صحيفة لوميتان الناطقة بالفرنسية أيضا أن خبرة البلوز الطويلة تتغلب على طموح الأسود الأطلس، مبرزة أن منتخب المغرب تعرض الأربعاء لأول خسارة له في كأس العالم. وعلق أحمد رضا التكنوتي حارس مرمى المغرب على إنجاز أسود الأطلس في النسخة الحالية من كأس العالم. وقال التكنوتي في تصريحات لموقع البطولة المغربية: نعد الجماهير بالعمل من الآن على بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة. وأضاف: سنخوض البطولة القارية بهدف واحد غير قابل للقسم على 2 وهو التتويج باللقب. طموحات اللاعبين زادت بعدما حدث في مونديال قطر. وواصل حارس أسود الأطلس: نستعد جيدا لمواجهة كرواتيا، لا تنازل عن الميدالية الذهبية وحصد المركز الثالث، هذا أقل شيء يمكن تقديمه للجماهير. وأكمل: هم يستحقون التحية والشكر على ما قدموه معنا طوال مشوار كأس العالم وتحملهم العديد من الصعوبات الكبيرة. وتم قائلا: لقد أظهرنا للعالم أجمع مدى التطور الذي وصلت له الكرة المغربية. ووصفت صحيفة ليكيب الفرنسية المنتخب المغربي بالشجاع، مشيرة إلى أن نجوم منتخب أسود الأطلس لم يمنحوا الفرصة للاعبي المنتخب الفرنسي بالظهور بمستواهم المعتاد. وأضافت الصحيفة أن منتخب فرنسا نجح رغم ذلك في بلوغ المباراة النهائية ليضرب موعدا من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. أما شبكة سكاي سبورتس الإخبارية فأوضحت في تقريرها عن المباراة أن منتخب المغرب الذي حقق انتصارين تاريخيين على إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية للمونديال القطري لم يتأثر بالهدف المبكر الذي مني به في مرماه في الدقيقة 5 عن طريق ثيو هرنانديز. وأضافت الشبكة أن المنتخب المغربي وضع نظيره الفرنسي في ضغط شديد وقاتل نجومه ببسالة رغم الظروف المعاكسة التي تعرض لها الفريق في ظل إجراء مديره الفني وليد ركراكي تبديلين اضطرارين قبل انطلاق الشوط الثاني. وكتبت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حلم المنتخب المغربي بالتتويج بكأس العالم انتهى رغم المحاولات الشجاعة التي قام بها نجومه للفوز على حامل اللقب. وواصلت الصحيفة حديثه عن المنتخب المغربي قائلة: يا له من كأس عالم قدمه لنا هذا الفريق، لقد حقق مجدا حتى حينما تعرض لتلك الخسارة.